السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار. النهاردة هنعمل مع بعض فطار صحي حلو جدا جدا، وهعمل لكم كمان وجبة غدا حلوة قوي وبرده صحية. الفطار النهاردة هيكون عبارة عن شكشوكة، بس هنعمل الشكشوكة بمعلقة كده حلوة من زيت الزيتون، وهننزل بعد كده بالبصل المتقطع زي ما انتم شايفين كده. هنديله بس لون ذهبي بسيط قوي، وبعد كده هننزل عليه بالطماطم. نخلي بالنا ان البصل ما يتحرقش عشان الشكشوكة يبقى طعمها حلو. وبننزل بالطماطم، والطماطم يا دوبك بس اللي هو تتهري شوية، وبعدين بننزل عليهم بقى بالبيض. دي طريقتي بصراحة في الشكشوكة. بتخلي طعمها حلو قوي قوي قوي، وكمان بحب اضيف لها جبنة موتزاريلا، وبصراحة بيبقى احلى فطار. ان شاء الله ان شاء الله انا ناوية ان انا اعمل لكم كده فيديو، بس ممكن يكون مثلا اخر الاسبوع يوم الخميس مثلا، يكون في افكار حلوة للفطار الصحي، كلها مختلفة، كلها بالبيض. وعايزة اقول لكم طعمها بيبقى لذيذ جدا جدا. انا عايزة اقول لكم ان كل اللي بيدوق الفطار بتاعي بجد بيعجبه جدا جدا. فاتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو واستنوه يوم الخميس ان شاء الله هنزله لكم. هيكون في كل الافكار متجمعة مع بعض، يعني لو حد عايز الافكار مع بعض كلها فستي توند للفيديو ده. ان شاء الله هينزل يوم الخميس باذن الله، دعواتكم يعني. وان شاء الله افضل فاكره. عملت بقى كوبايه من الشاي. انا الايام دي بصراحه بحب اشرب الشاي مع الفطار، وكمان بحب اضيف عليه قرنفل. بحط عليه 3 قرنفلات او 4، وبحط كمان عليه نعناع. تعالوا بقى هديكوا هاك حلو جدا جدا. لو عايزة بشرتك تكون بتنور، تضيقي المسام، حلو جدا جدا للبشرة، بينضفها وتنظيف خطير. يعني انتوا هتشوفوا اصلا دلوقتي، يعني انا عادي جدا ايدي نظيفة ومفيهاش اي حاجة ومغسولة وكل حاجة، بس هتشوفوا منظر صعب قوي. المحلول ده هو محلول الملح، بيتجاب من الصيدلية، سعره 26 جنيه. بتحطيه على قطنة كده وتمشي بيه على بشرتك. مش قادرة اقولك بينضف البشرة ازاي، بيخلي البشرة رايقة وما فيهاش حبوب وصافية. يعتبر يعني الحل السحري لمشاكل البشرة والناس اللي عندها حبوب. بصوا القطنة طالعة لونها عامل ازاي بجد. انا اتصدمت من اللي طالع من ايدي، رغم اني زي ما بقول لكم كده كنت لسه غسلاها، لاني كنت بعمل الفيديو ده كنت بصوره وانا كنت بعمل الماسك اللي قلت لكم بيفتح. رغم اني لما خلصت الماسك ايدي كانت ناعمة جدا جدا، بس بصوا بعد ما خلصت الماسك لقيتها عاملة ازاي. هعمل بقى معاكم دلوقتي وجبة غدا حلوة جدا وسريعة، بس هقول لكم تريكات كده للأكلة دي. أول حاجة بجيب البصل. طبعا انا عندي الكبه بايظه والهاند بلندر بايظ، فعايزه اقول لكم اني بعيش احلى ايام حياتي ان شاء الله. يعني هما في التصليح وهجيبهم واشتغل بيهم. المبشره دي يا جماعه والله عمليه جدا جدا، لما تلاقوها في اي حته هاتوها. المبشره دي فيها وشوش بتتغير. لو بتعملي اشكال للخضار، لو عايز تعملي الخضار زي النودلز كده، فيها قطاعة للبطاطس، بجد فيها اشكال خطيرة، وبجد سهلة وسريعة جدا. يعني هي بصراحة بتنجزني، وانا مش حاسه ان انا عندي مشكله يعني بصراحه في تقطيع البصل خالص. فلما تلاقوها بجد هاتوها. لو انتي اصلا بتجهزي برضو خليها عندك في جهازك، هتنفعك يعني بجد حلوه قوي قوي قوي. والاوبشنز اللي فيها خطيره. هجيب بقى بطاطسايه كده وهقطعها كيوبس صغيره زي ما هتشوفوا كده شكلها. وهعمل بقى عصير طماطم. انا قلت هجرب الخلاط ده عشان طبعا ما عنديش البلندر. قلت هجرب الخلاط الصغير ده، بس للاسف هو ما كانش مشحون. فلما جيت استخدمه لقيته لازم ان هو يشحن للاخر. هو طول ما اللمبة الحمراء دي شغالة فهو يعني لسه ما
كملش الشحن بتاعه، لازم اللون الاحمر ده يتحول للون الازرق. بس عايزه اقول لكم ان انا اصلا والله بعد كده عملت فيه العصير وطلع حلو جدا. وكمان يومها بالليل عملت فيه عصير فواكه كده مشكله، حقيقي طلع يجنن يا جماعه والله، يعني بجد تجربه حلوه قوي وانا مبسوطه بيه جدا جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في البصل. انا خدت البصل اللي هو التخين ده هعمل بيه الرز، عملت بيه رز مبهر علشان هعمله جنب الاكله دي. وخدت البصل اللي هو المبشور ناعم، حطيت عليه ملح وفلفل اسود وبدات ادعك البصل بالشكل ده. الخطوه دي بتخلي العصاره بتاعت البصل كده تطلع، وبتكون نكهته في الاكل خطيره. طيب انا خلاص خلصت كميه البصل. هجيب بقى البطاطس اللي انا قطعتها، وهاخد جزء صغير خالص من البصل، وهبدا ان انا ادعك بيه البطاطس كويس قوي برضو علشان تكون متبله كويس جدا تمام قبل ما تدخل في التسوية. فانا هتبل البطاطس زي ما انتوا هتشوفوا كده، وهدعكها كويس جدا جدا بالبصل. وعايزه اقول لكم البطاطس بقى لما بتدخل الفرن بتطلع خطيره حرفيا، يعني بتطلع طعمها يجنن، والنكهه بتاعت البصل فيها بتبقى تحفه. بعد كده بقى هجيب الفراخ. دي الصينيه اللي هتدخل الفرن. انا هعمل فيها بقى الفراخ وهتبلها. انا جبت اوراق وقطعتها لقطع كده صغيره، يعني هي مش صغيره قوي بس هو الاوراق كانت كبيره شويه، فقطعتها زي ما انتم شايفين كده لكل قطعه على 2. وهبدأ انزل عليها بالبصل بالشكل ده، وهتبل بقى كل جزء في الفراخ بالبصل ده، وهحشي ما بين اللحم والجلد. مهم جدا يا جماعة عشان الكلام المنتشر عن الفيروس اللي منتشر في الدجاج او الوباء اللي موجود في الفراخ. الوباء ده موجود في الفراخ في الجهاز التنفسي، فمهم جدا لما تيجوا تشتروا الفراخ تشتروها من حد مضمون، كمان يعني تتذبح قدامكم، وما تقلقوش الفيروس ده بيموت بدرجات الحرارة العالية، يعني مجرد ما هتعرضوها للتسوية الفيروس بيموت. ولكن الفيروس ممكن يعيش في درجة حرارة لغاية التجميد، يعني لو سبناه في التلاجة او في الفريزر وهي فيها حاجة لا قدر الله بتفضل فيها. مهم جدا ان درجة الحرارة بتاعة التسوية تكون عالية جدا. وزي ما قلت لكم مفيش قلق ومفيش خوف، كله فراخ عادي. يعني حتى لو في أسوأ الأحوال ان الفيروس ده اتنقل من الفراخ للإنسان، لا قدر الله يعني الاعراض بتاعته بتكون احمرار في العين، وبيكون ليها علاج مناسب ليها وبيروح مع العلاج ومفيش اي مشكلة خالص. هنا انا حطيت البطاطس وحطيت عصير الطماطم كمان على الفراخ، وهغطي الفراخ بالفويل وهدخلها الفرن، وبعد نص ساعة هشيل الفويل واسيبها بقى تحمر من فوق. وبس كده، مش بتاخد وقت خالص. عملت جنبها بقى كمان حلة كده من الرز المبهر، عايزة اقول لكم خطيرة، طعمها خطير. انا بحب قوي اعمل الرز بالطريقة دي، انا وبنتي بنحبه جدا جدا. بحمر البصلة لغاية ما تدبل، مش بحمرها تبقى يعني محمرة، لا تدبل بس. بعد كده بنزل بالرز والتوابل بتاعتي، بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وشوية مرقة فراخ وملح وفلفل اسود، وبس كده بتطلع خطيرة. ده بقى الفراخ بعد ما استوت واتحمرت في الفرن، والبطاطس دايبة والفراخ مستوية كويس جدا. جربوها هتعجبكم جدا جدا والله، ومن احلى الوصفات اللي انتوا هتاكلوها. والصوص اللي نازل في الفراخ خطير، انا ما ضفتش اي مية ولا اي حاجة. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم على خير وسلام.